وصفة النهاردة أنا سميتها سندوتشات السعادة، لأنك وانتي بتاكليها هتستمتعي من أول قطمة لحد ما توصلي لآخر قطمة. حلو كده، سهل وخفيف، مميز كده ومختلف، أخف كمان وأطعم من الإكلير. ببيضة واحدة بس هتعملي أحلى حلو من البيت، وكل اللي هيدوقه عندك هيسألك على الوصفة. تعالي أقولك بقى الطريقة والوصفة. هحتاج نص كوباية لبن دافي، هضيفله 2 معلقة كبيرة زبدة، معلقة صغيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة سكر، وهدوبهم كده مع بعض. بعد كده هجيب بيضاية ونص معلقة صغيرة فانيليا، وبرضه هدوبهم كده مع بعض. هنزل بقى بكوبايتين ونص دقيق، ضايفه لهم معلقة كبيرة لبن بودرة، ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة ملح. هبتدي اعجن العجينة بتاعتي بالعجان او بايدي لحد ما توصل كده معايا العجينة طرية كده وملساء. هسيبها بقى تختمر نص ساعة، وبعد ما اختمرت كده معايا نص ساعة هبتدي اشكلها. هقطعها كده لكور صغيرة واعملها كده سرة كده عشان تسهل معايا التشكيل او فرد العجين يعني. بالشكل ده كده، مش محتاجة دقيق، مش محتاجة اي حاجة، كمية السوائل مظبوطة، كل حاجة انا قايلها لكم كده بالملي يعني. بعد ما شكلتها هبتدي كده باول كوره انا شكلتها علشان تبتدي انها يعني تكون انها ارتاحت يعني. هفردها كده بشكل طولي، وبعد كده بقلب العجينه بتاعتي عشان بيكون شكلها كده متساوي يعني. هثبت اطراف العجينه بقى بتاعتي زي كده ما بشتغل الفينو، وهبتدي كده الف رول واقفل العجينه بتاعتي كده من تحت، وكده ابتدي ابرمها كده بشكل طولي بالشكل ده كده، بايديكي الاتنين او بايد واحده على حسب ما انتي بتتحكمي. هنا المفرش كان مزاولني بس شويه، فهوريكم في واحده تانية. هفرد كده العجينه بتاعتي بشكل طولي واقلبها، واثبت اطراف العجين بتاعتي عشان ما تمطش معايا وانا بلف العجين بتاعي بالشكل ده كده، واقفلها كده من تحت وابرمها كده بشكل طولي بالشكل ده كده. وبعد كده هجيب بيضايه عليها رشه فانيليا، واغمس كده الرغيف فيها. ده بقى فول سوداني مجروش، تمام. ممكن تحطي لوز، ممكن تحطي بندق، بس هي بالفول السوداني خطيرة وموفرة. لو حطيتي مكسرات هتكلفي نفسك كتير. سبتها تختمر بقى نص ساعة، بعد كده دخلتها الفرن على درجة حرارة 200. بتقعد من 10 دقايق ل 13 دقيقة او ربع ساعة بالكتير قوي لحد ما توصل للون ده. بسيبها بقى تبرد. انا هنا بوريكم قد ايه هي العجينة هشة وطرية، يعني طرية وفي نفس الوقت مقرمشة. بعد ما بردت سيحت بقى شوكولاتة، ممكن شوكولاتة بني، شوكولاتة بيضة، زي ما انتوا عايزين. هنا كده دي شوكولاتة بني وطعمها تحفة مع الفول السوداني. ممكن شوكولاتة بيضة، وممكن تكتفي ان انتي تحشيها مربى او تحشيها عسل، طعمها خطير. هسيبها بقى كده، هكمل كده بنفس الشكل ده كده، غمزها في الشوكولاتة. ممكن كمان تعمليها نص بني ونص شوكولاتة بيضة زي ما تحبي يعني، لو انتي مش هتحشيها. هسيبها بقى ربع كده ساعة في التلاجة الشوكولاتة تجمد، وبعد كده هفتح السندوتش بتاعي عشان احشيه. بصوا بقى قد ايه هو هش من جوه، والله يا جماعة افضل من الاكلير. هحشيها بقى نوتيلا، كريم شانتيه، كاستر، الحشوة اللي انت عايزاها. بس انا بالنسبة لي الكاستر والنوتيلا والكريم شانتيه افضل بكتير يعني، والعسل برضو على حسب امكانياتك. ما تنسيش الوصفة عجبتك، متابعة ولايك وشير. انا هيام علي من البيت.